بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يجعل أعيادنا جميعا وأيامنا أعيادا، وأن يجعل أعيادنا تامة كاملة مشرفة مشرقة، وأن يحول حالنا إلى أحسن حال، وأن ينظر إلينا بعين رحمته. أخواني الكرام، هناك 3 رسائل أساسية أقدمها في هذا المجمع الكريم. 3 براثين تمشطاح إن شاء الله تسعة ديغ أكا غير نغاية مثلا باش إن شاء الله أني السين وان ذا سمكتي ربي ندوى ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الرسالة مزوريوث خاصة بالمولد. الرسالة المتعلقة بالمولد، الحمد لله أنه هذه السنة بالذات الجزائر راهي تحتفل بالمولد بشكل تقريبا منقطع النظير، شرقا غربا شمالا جنوبا، وهذا عنده عدة دلالات. من هذه الدلالات الدلالة الأولى تجذير منهج الوسطية والاعتدال الذي تركه أسلافنا وأجدادنا، وقد قال ربنا في سورة البقرة في الآية 143: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يعني الاحتفال كي ثمورة الجزائر مرة إفكار تصن دلالات سيسنت باللي أنذبع كان تجديث سقسيا مغارثو فيض نغثا مغارثو فيض أكي سقوس ميدن الشفاء سقوس ميدن كر مزيث نفاد الجدوذ الناغ فرحان المولود، ولا مايلو الوقشيش اسمي المولود، طفل يزيد اسمه المولود، زاد في العيد في المولود. يعني هناك انسجام وتناغم بين هذا المجتمع الجزائري عبر تاريخه المشرق مع الدين الإسلامي. هناك تعايش، تناغم، انسجام تمثله الأجداد بصور عديدة لا يمكن أن نعدها أو نحصرها. فغاديني نكون هكا نفاد كل جدود نفاد احتفالا إلى الوقت اسمي المولود ذي المولود اسمي المولود معناتها واقي على التلماس خاطر نكون مثلا ما كان دايما تزران ذا سمكتي كون سمكتيغ يا اخي قارن قبايليث قارن ثقرنيث تساكيث قرنيث ثلماس قيم ذي الخالي تساكيت تيدت خاطر أفريد نتلماس ذا فريد السلامة وثكين داما. هذه الرسالة الأولى. معليش أذكر سادتي بما ورد. أبو لهب تعرفوه كامل، ربي نزل في حقه قرآن يتلى إلى أن تقوم الساعة. النهار اللي جاء الخبر جات الجارية تاعو قالت له: يا فلان يا أبا لهب، خوك عبد الله زاد عنده طفل، زاد طفل. يعني هذا ما كان بشرته بخبر، مقابل ذلك هو بشرها وأطلق سراحها، قالها أنت حرة. على جل هذا الفعل هذا الصنيع، وربي سبحانه وهو أعدل العادلين، وربي قال: وما ربك بظلام للعبيد، إيجازي أبو لهب كما ورد، والمقام لا يسمح للتفصيل الفقهي التأصيلي أنه يخفف عليه العذاب في يوم الاثنين فقط لأنه فرح بميلاد محمد الابن صلى الله عليه وسلم، محمد ابن الأخ فقط، ما فرحش به لأنه نبي ورسول، لأنه أبو لهب ما آمن به، لأن الإسلام يجمع، يفرق ويجمع ويرفع ويضع، القاعدة ذهبية، يفرق ويجمع. الإسلام فرق بين أبو لهب وقاع اللي ماشي هم من عائلته صلى الله عليه وسلم، ولكن ما آمنوش ما أعطلهمش ربي القيمة. الإسلام هو الذي يرفع، وكما رفع من شأن بلال الحبشي، سلمان الفارسي، صهيب الرومي، ودارهم قاع تحت البرنوس نتاعو كما نقولوا بالدرجة، قال: صهيب أو سلمان منا آل البيت، بلال منا آل البيت. وكلما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذا بلال، نذكره لأنه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون. فيروى أن الله عز وجل يخف على أبو لهب لأنه فرحة فقط لميلاد محمد ابن الأخ
ماهوش لميلاد محمد النبي الرسول. وقال أحد الشعراء قصيدة طويلة مطلعها قال: إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، إلى أن يقول: فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. ذا شديني في العبد يفرح النبي عليه الصلاة والسلام يرنا يموت موحد، يعيش مسلما ويموت مسلما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رسالة الأولى. رسالة الثانية: خدمة ميراث النبوة. ما معناه؟ سمعتوا الآن الله يبارك الإعلان عن تكريم حفظة القرآن. هم حملة القرآن وأنتم حملة القرآن. وين يزمر نذير في القرآن تقول لا غيس الله يبارك ويضا يرفذ ويلقى يرفذن ذا ثقيت تا شرعي تا جديد إثم عمرين ندلاند الساقي روح عند تبغيض أتفض فغنس إثم عمرين سيدي منصور سيدي عمر والحاج سيدي سحنون يرنا سيدي شوفوا ثاسي سيدي ياقي سيدي سحنون سيدي عمر والحاج مكاد الناس سيدي شرفان بهلول ياك سيدي منصور ياك أندلان تقع على سبيل المثال وقرنا سيدي مؤسسو الزوايا سيدي معنى ساكنة نازال ساكن قيمة سواشو خاطر القرآن الني إغراني الصغرا والنبي عليه الصلاة والسلام ينادي: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولكن لاتباع منهج شرع في خدمة حملة القرآن وكذلك وفاء لمنهج الأجداد يأتي هذا التكريم المبارك. فشكرا لكل من أسهم في هذا التكريم، فما جاء على أصله لا سؤال عليه. خدمة ميراث النبوة. النبي عليه الصلاة والسلام ودي جارة لا ثمورث ولا ثزمورث دي جارة ثفركان أو تريكا إجايد القرآن وكذ السنة وقيد تريكينس صافي وقذي فغانا ذيلين ورثة أذقذ الشن فين دي جا. هذا مكان من أراد أن يكون وارثا شرعيا فعليه أن يكون خادما لميراث النبوة كتابا وسنة، أن يكون خادما للوحيين القرآن والسنة. والكل يعلم كيف نخدم بالحفظ أولا وبالدراسة والتدريس والدرس وبالشرح والبيان وكل من موقعه. وقد قال ربنا في أول ما أنزل: اقرأ باسم ربك، ليكون هذا العلم أو القراءة عمارا لا دمارا، لأن العلم إذا اتصل بالله عمر وإذا انفصل عن الله دمر، فالعلم عمار أو دمار. يوم زمان اسميد حركة الوضع في الحديث وسان قارنس قبائل ماكيني أبوها يث الأعراض أكيد سولا انتقد روحنا عبد الله بن المبارك يعني قالوا هؤلاء هذه الأحاديث الموضوعة معنى ظهرت حركة الوضع في الحديث، يعني اللي كذبوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم استخدموا واستثمروا لغتهم العربية الفصيحة في القول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. تعرفوا ايش قال لهم؟ قال لهم: تعيشوا لها الجهابذة. يعني ربي سبحانه يخير الرجال والنساء اللي يخدموا ميراث النبوة ويغربلوه يصفيوه. لذلك ظهرت الموطئات والمسانيد والمستخرجات والمستدركات والسنن والصحاح. هؤلاء كلهم خدموا السنة، ولكن لا بد أن يستمر هذا العمل، لا بد أن تستمر هذه الخدمة في أمة الإسلام. هذه رسالة أيضا مهمة. ومن هنا أقول نروح للرسالة الثالثة وبها أنتهي. يحفظ القرآن نقول لهم أعطيكم الصحة يسعدكم، يا سعد اللي يحفظ كلام ربي. وربي سبحانه قال في القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال: إن هذا القرآن سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهنا أختم باش نقول كي نقراو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ماهوش غير في المولد في كل وقت، ولكن الآن هي فرصة لتجديد العهد وتجديد الولاء مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن نقرأ سيرته ونقرأ سنته ونقرأ القرآن الكريم، هذا التراث هذا الميراث نقرأه لماذا؟ لنرتقي به إلى الله عز وجل. حاجة ثانية لنستثمر هذا الميراث ميراث النبوة في معالجة أدوائنا
ومعالجة مواطن الخلل فينا في جميع المجالات. شوف غادي نير من غير الميراث كين عليه الصلاة والسلام باش نذوي إيماننا ما نخص تاكمات نروح للقرآن غديني إنما المؤمنون إخوة باش نسعو تاكمات ما إلا اختلفنا وقد يقع النزاع فيما بيننا عادي، سواء كان نزاع عقاريا تجاريا مدنيا اجتماعيا، مهما كانت طبيعة النزاع الشرع يقول القرآن في سورة النساء الآية 65 فلا وربك لا يؤمنون إلا بثلاث شروط حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الشرط الأول تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، معنى التسليم الباطني الرضا الباطني القبول. الشرط الثالث التسليم الظاهري معنى التنفيذ ويسلم تسليما تطبيق بلا إشكال في التنفيذ. لذلك هكذا ننظر إلى ميراث النبوة، ندرسه دراسة اعتبار لاستنباط ما فيه من علاجات ووصفات علاجية لمعالجة أوضاعنا، وسيتغير حالنا إن شاء الله تعالى إلى أحسن حال، ومن حال حسن إلى أحسن، وهكذا كما قال ربنا في سورة الرعد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.